أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد درس رقم 28 من دروس شرح أو بيان موطأ الإمام مالك. نود سير باب ما جاء في الرعاف. زرما يثمثل من الأمور التي تناقش بين المصلين يول ما يفونزر لأنه خاصة تقول نفذو أتفضل للوجاد يسعان فانزاراجي يعني ثيوثي طيش أبارت تزل نظام نيس أكرمكم الله سجان زرنيس يفونزر أكين قارس قبيليث صارت اسم الرعاف يرعافو نغي يرعوفو في اللغة العربية أدين يرعافو بفتح العين يرعافو نغدي نض يرعوفو كلاهما صحيح ثقي الصحة صافي الذي يرعف معناه وين ميزن إذا من هذا زن إذا من يسيل دم أنفه بالدم. سبحان الله، اختلاف العلماء ورحمة. ثلاث ولد الفقه المالكي عندنا في الفقه المالكي الرعاف لا يبطل الوضوء، ليس من نواقض الوضوء. ولكن عند غيرنا مثلا عند الحنفية وعند الحنابلة يبطل الوضوء. أكا شفتوا المسألة كيف في اجتهاد، خاطر ذاكي نوضح مسألة مهمة. المسائل القطعية هذه من باب التذكير، المسائل القطعية ليست محل خلاف. عند المسائل الشرع يلزم ذيك السنت بنص قطعي الثبوت والدلالة، يعني تساد اللاية نغ الحديث ذي السنة النبي صلى الله عليه وسلم قاطعة قطعية في ثبوتها وفي دلالتها. ذاك واش نقولوا لا اجتهاد في مورد النص. شوفوا هذه القاعدة هذه، لا اجتهاد في مورد النص. عند إلى النص ديال القرآن غادي السنة قطعي في ثبوته. طبعا القرآن كله ثابت قطعا من حيث الثبوت، من حيث الدلالة لا. غاصد الآيات القرآنية هناك آيات تدل على معناها بطريقة قطعية تحتمل معنى واضحا معلوما، ولكن هناك آيات ظنية الدلالة يعني تحتمل أكثر من معنى. ناوند باش نسفهم ثاقي من وضر قبايليث كان فقبايليث نفتح المثال الكواشينيغ أشيمي. واش معنى أشيمي؟ أيغر. بوركوا بيستقبايليث أشيمي أيغر أين الشغر في كذاكية نمسفهم في لاسنت أعبوض يسعى أول وضع ويسعى يتقبيلي ثا أعديس يتسمو قول يتوالي صافي نمسفهم. إما شيني الفلاني يفقع. أشو تفهم سي يفقع؟ يزعف. إما تهضر عزازكا؟ دي عزازكا عزازكا كانت كندا. أشو المعنى يفقع دي عزازكا؟ معنى يرفع. صافي ذاك شحال سي عزازكا شحال كيلومتر؟ 38 35 10 قرب. سيتادير يعني الصيغ ذا كانت ذاك قبايليث مدينة يفقع ذاكي غرة تيزي وزوة ضواحيها يفقع المعنيس يقاذ المعنيس، ولكن ذهن يفقع المعنيس يرفع يزعف. ثوري كدنا ذاكي يرعفو يزمرت الصلض في لغة العرب يرعف يعني سال الدم من أنفه، المعنى ديوان يرعف سال الدم من أنفه.
استقباليث يفونزر. نعود جماعة الخير ثوري السلام ذي المذهب المالكي ولا ندير الظاليث يفونزر فغندي ذمن ذا شاري يخدم ذا قيلا نسيدي بل ما إلا شويطي ذمن يدي فغن أثني يحبس سل أناميلينس كرمكم الله يعني يزمد مشوارث بابي مشوارث نصوضاض يسولو كون صوض سني يحبس هكا وذيك من تظاليثيس عادي إما إلا وزلنا طاس بدنا تزال أذي يروح هذه فغ سي الظالي سي الجماعة ودي السير ودي يغاليك من تظاليثيس عادي يبني وقي قانس الفقه البناء لو تيرم قال البناء شوفوا ثلاثة نحويج مدنا وضر ترقيع الصلاة يا خاكا فتاقي كان الرعاف يلا ما موقف المالكية ومعنا الشافعية وقد وافقنا الشافعية في هذا الرأي يعني الرأي المالكية قبلنت الشافعية دنيز باللي الفنزرقي خطي ويزمر تظليث ويعني لا تبطل لا ينقذ الوضوء ولا يبطل الصلاة الوضوء إليه أم زوارو الوضوء لا ينتقض إذن فالرعاف ليس من نواقض الوضوء تسقي النتيجة كويس ما هي نواقض الوضوء سنمثل نشرحيت انت درسني عدان هل ترى نفذرد الرعاف ويدن نفذيرها بل نخدم كان قوس لأن عند المالكية والشافعية الرعاف ليس ناقضا للوضوء وليس مبطلا للصلاة تصرف تبطيلا ولو خرج وكذا فغى أدي السر ودي يغال ولكن عند الشافعية وعند عند الحنابلة والحنفية شوفوا تسكن الحنابلة والحنفية ناند الرعاف ينقض الوضوء إذن ذاك ثوان نغلق الأدلة هذا ما سنذكره اليوم من خلال باب ما جاء في الرعاف الحديث رقم 76 زرام درسني عدان نكفى الحديث رقم 75 نسيقى نكمل ترتيب الأحاديث الحديث رقم 76 ولكن يسد الباب ما جاء في الرعاف حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر مثل عبد الله بن عمر المقصود به هو ذميس عمر بن الخطاب لو كان ديني عبد الله بن عمرو يعني عمرو سلواو عمرو هكا تكتبض وقيل المقصود ذميس عمرو بن العاص بديني عبد الله بن عمر المعني اسميس عمر بن الخطاب هو كان إذا رعف انصرف. بالمناسبة نفتح قوس مهم ثبت أن عبد الله بن عمر من الصحابة الذين كانوا يتتبعون آثار النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتقفون آثاره أثارا لغاند يونس وقيلا ما يلحو عبد الله بن عمر يلحو يقفريدي تزمورث تجرى نخلة أسنيني اسمي ديوض الرسول صلى الله عليه وسلم يعدد سقفري ذاكي أنسي قاعدة في فوزنا فوز الماضي الدرواتنا قوش ثقي فيها إيه يعني يعدس وي البروبليم ولكن باش دينا غواكي استمسج باش نزر أميش كان يتقفى أثار النبي صلى الله عليه وسلم صفي ذن الحديث هاكي فلاس فعبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف شو المعنى انصرف يعني فنزر لأن بعض الصحابة يعني عرف عنهم هذا الرعاف يعني تفنزر إلا عبد الله بن عمر إلا سعيد بن المسيب لأن طاس يعني هذه الصحابة من التابعين ما معروفين تفنزر يعني خاصة في الصيف ميم نكونية لأنه قال يعني يقول فذوري زميرة ثوث شوط يطيج غادي يفنزر تزل نظاما كان إذا رعف انصرف شو معنى خرج من الصلاة هذه سي الصف هذه فتوضأ المعنى يسرد ماشي يعوض الوضوء خاطئ يسرد كان يسرد ثم رجع أديغال فبنى ولم يتكلم المعنى يفنزر
يفغ يسردد يكسيها من الني يزاز ديمانيس أد يغال أذي الحق تظرت الجماعة أمشي أنظر بالجماعة فبنى ولم يتكلم يعني أذي يفنو أنت ديوض الإمام سادي كمل مع اسمك سلم الإمام أدي الظال في ركعتين ركعات إذا سيروحا أما يوث مسنا ثما ذايا إنايش ولم يتكلم المعنى يسلاقي أنفهم شرط فقهي داخل البناء يصح فقهيا بشروط من هذه الشروط ألا يتكلم ماشي تروح هذه قصار كل الغاشين أبرد يغال هذه كمل خطر يغال أثنتي تصليت لا يزال في الصلاة بارك الله فيك استنباط مهم وري خدمات كبرت الإحرام ما ديكش مباشرة لو كان ديسيون روطار تفاتيث وين يفان ديكش مستقبلت الإحرام ميواقي ميم الخروج نيقف غاكني أكا ثندي الظليت أماكن هي ورقي مرادين باش نكون زراد الفقه باللي الرعاف ليس ناقضا للوضوء وليس مبطلا للصلاة مسفهم أبرن بعد لنا تفاصيل بين قليل الرعاف وكثيره باش يوري السمسر إيمانيس يوري السمسر الجامع عند إلا أذي روح ديزيز دي كلمانيس أد يغال ولم يتكلم أريد تمسلايا لا خاطر لو كان يتكلم صافي والكلام ليس من جنس الصلاة الشيخ إذا تصلي الزول فرض الزول ركعة من بعد يروح سالد يغال ركعني كالزول أسيدي يحسب الركعني كالزول بارك الله فيك الركعني كالزول أتيحسب سينا كان ردي غرم بارك الله فيك لذلك هذه مهمة أسئلة في الصميم يزول الركعة الأولى الميكر الشيخ الركعة الثانية يساسد فانزال وزلني ثمن أذي روح أدي السير وتمسلايا خاطر يروح كادي يزيد إيماني زدايا أدي ولم يتكلم صافي وقي شرط آخر ولم يتكلم ميد يغال أنت يزرى شو يزرى ركعة ثمزور في زوليت صافي ثنث لا تتوحسب ما تفوتيت كان يزمر ديال الحق مازال يركع اصلا سورتو ما الا الشيخ يطول شويه ديال القرايه الطون ديال ديزيز ديمانيس اد يغال لذلك من شروط البناء الشرط الاول انه لا يتكلم ولا قرا اد يهضر لماذا لان الكلام ليس من جنس اقوال او افعال الصلاه ليس من جنس أقوال ولا أفعال الصلاة وليش الهضور نيث لماس هادي في ديموغريون دي هنا سي لا باس بخير في لا ما نمشي اللي خاطي يساوي ميسيون يساوي مشروع دي قضوة دي السير دي يوغان وكي الشرط الأول الشرط الثاني وهو مهم جدا أن يكون في الجماعة خاطر المالكية داغي هناك ما إلا ذي الجماعة ما يفاصل الظل يروح حسن الفضل صافي ما دير ساعة الفايدة ولكن ما إلا وحدس ما يعاود يظل ثيس يلها إزما يروح ينفول الزر هذا يروح هذه السيرد ميد يغال هذه يعاود تظل ثيس كومبلي خاطر الصلاة تنتقض ولكن ما إلا في صلاة الجماعة ثلا الفايدة لكي لا يفوت على نفسه أجر أو ولا فضل الجماعة ثلا الفايدة فهمتوني على كل دول الموضوع كي بعدين خاطر الأحاديث ماشي وكان وايض ولم يتكلم المهم ذاك الحديث كان مزورو حديث رقم 76 أسنشفو باللي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع رعف كان إذا رعف انصرف أما كدنا فتوضأ أي يسرد يزاز ديمانيس ثم رجع فبنى ولم يتكلم وقي حديث صحيح رواه أخرجه الإمام مالك في موطئه في الحديث رقم 76 ثورة أدلغ الحديث رقم 77 وحدثني عن مالك
سمحتي كان باش كنفكر معلومة مهمة باللي الرعفاء أيضا لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة، وهذا عند جماهير الصحابة. جماهير الصحابة يقولون بعدم بطلان الصلاة، وحتى من التابعين وتابعيهم، ولكن بعض الاستثناءات كما الحسن البصري مثلا يرى خلاف ذلك، ولكن هم قلة بالنسبة لجماهير الصحابة وجماهير التابعين وجماهير تابع التابعين وجماهير العلماء. الحديث رقم 77: وحدثني عن مالك أنه بلغه، من بلاغات الإمام مالك، أن عبد الله بن عباس ثراد نغال، عبد الله بن عباس، سبحان الله، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، وقي كلاهما عرف عنه هذا الرعاف، يعني تفون زور نطاس يسن السن. وإن كان سبحان الله في الفقه تجد ابن عباس مرخص عرف بالرخص، وابن عمر عرف بالتشدد. لذلك يقول الفقهاء، يقول نتجنب تشددات ابن عمر ورخص ابن عباس، معناتها ولا قرا يترصد فقط الرخص، يجتمع يتقلب كان في لي فافور خاطر سفيان الثوري من تتبع الرخص فقد اجتمع فيه الشر كله. ماشي كي نفكي لي الرخص اما ديال الظلي، اما ديال رمضان، اما ديال الحج، ديال الحج مثلا عندك ما تشوف رخص، اما ديال الزكاه، اما ديال كذا يتقلب كيف لاسنت، ولكن نتيجه عادي بشكل عادي. يحواجيت السياف، يحواجيت عند الحاجه السياف. مثلا ثريون ديال الظلي الاصل يدخل في الصف، ولكن ما يطفي الحال ذهن. الشيخ هذا الكبر يقعد في فات ركعه، اي ركعه هناك وبعدين يمشي. رخصه، هذه رخصه. ولقى يخدم سيس دائما، فلا تعد ولا تعد في روايه ولا تعد. ابن عباس كان يرعف، يجوز دين يرعف بفتح العين، يجوز دين يرعف ايضا بالضمه، ولكن الاولى الديني يرعف، يرعف على وزن يسأل، يسأل. فيخرج أيضا، طبعا يخرج فيغسل الدم عنه، ودينار لقي يتوضا. وقل كان تعرفوا بالقرآن يشرح بعضه بعضا، القرآن يشرح بعضه بعضا، ولاش ودي يفسر القرآن بالقرآن، ولاش ودي يفسر الحديث بالحديث. شوفوا هذه القاعدة، لو كان كاين نقرا سورة الفاتحة يهدينا الصراط المستقيم، هكذا صراط الذين أنعمت عليهم. لو كان كاين ما معنى شكون كذا، من هم الذين أنعم الله عليهم؟ لو كان ندعو ربي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. من بعد صراط الذين أنعمت عليهم أنا ما تكفى الصورت أنو كذاكي أنعم الله عليهم، من هو شكون؟ إني كان ثلا النبيون الصديقون الشهداء الصالحون، 4 أصناف. ولكن عندك ديك المعلومه، سيك ديك المعلومه واش سيدي كان عندها استفاض سندي القران عندها ثلا ورتديني. نعم، اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. الايه ديالك مثلا كثر سوا صافي ذلايا ياكي يغدي يسفهمن انوي الذين انعم الله عليهم. عندها دوس الايه خلينا نسفهم نشوفوا شويه الارقام. عندها دوس واش من الصوره، يلا اجتهدوا. لا تسادي سوره النساء الايه 69. شوفوا ثاس الايه 69 من سوره النساء. أتسنت في الدين صافي الآية اللي يهدين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من الميت نفهم وقت يدي تفهم ذو القرآن يغدينا هاثنا يذو كذا الذين أنعم الله عليهم رجع الله ربي كنمان الله أني يدسن إن شاء الله. سورة ذاكي تسلم الحديث، حديث رقم 77. ابن عباس كان يرعف
يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه. لكن توضأ الحديث النية 76 ني غاوند الوضوء ذاك يقصد الغسل تردا الغسل إذا ما دين صافي توضأ نعم تعاود الوضوء خاطي تردا. الأحاديث ديال الإمام مالك الترتيب يدي اختار الإمام مالك ترتيب معتبر. أتولي ما كل الأحاديث تدي جماعة تدياوي ذي الباب ني لو تام ني تدياوي يكذينا السنتل لو تام يعني السنتل العنوان الباب أديو كل الأحاديث يجمعها. وهذا من فقه الحديث أن نجمع جميع النصوص المتعلقة بالموضوع نفسه وتجمع الله كل الأحاديث وزمان تفهمها يون ذا يون ذهن يبيثني ذاك ريم بمكان. فيغسل الدم عنه هذيك الدم أشو دينا ثم يرجع أديوغال يعني يعود إلى الصف فيبني على ما قد صلى. هذا مثال الجواب السؤالي. فيبني على ما قد صلى أين كنيك الزول من الركعات يتسوح السب يزول ليث يزمر ذي ركعتين قاروث أدسني ذامنا قال روح هذه السيدة ديوغال صافي ولا شي سروحا عادي ثم غانيك فغاك نيستيون فافور يدوسن دي السنة الشرع يسعى العزيمة يسعى لي فافور. أما كي كنت غاسني أذكركم ديال الوضوء نيود مايلون يغلظوك السار يغلظو نورمال يبضل ديك الشمد غير الجامع يمكن حقا أقرويس مسح الرأس ومسح الرأس هذا من الأعضاء القرآنية. مسح الرأس من أعضاء القرآن يعني ما ذكر في القرآن. ما تشفى ما سنمد في كاس السؤال اختلف ذاك الفقهاء كان يقول لك أخويا مسح الرأس ذو الفرض ماشي السنة صفى روح غدا يعاود كل الوضوء هكا ويظن ياك إن كيني أذ مسح أذو غالغ أذ خدمة مسح الرأس وذ كملغ الأعضاء يديوسم ذفير من الرأس حفاظا وتحقيقا للترتيب هكا. طبعا شي الرأس اللي نقالو بعد الرأس يمزاغ أبر مزاغ يضرن صافي هذيك كمل. ولكن غاودا يتمثل ثلاثة غير فافور نظام الشرعية ذاكي كان ذاكي تفغارك روح مان دل فينا بوامان خمشة بوامان ذاكي خدم ذاك سلام هذا ما كان عادي مدني غاكا ثلاثة مسند قول لها غناغ ميسنا حوايجتنا في ثلا بواسطة مسند ثلا مين ذي الأمور النظام دونيثا ذي الأمور دونيث النظام بين ساعة مسند يتصل ذاك الروح كيما ولاش أبيبري لذلك فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. هذا نفهم الحديث رقم 77. ثم الحديث رقم 78 وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله قال المدينة أنه رأى سعيد بن المسيب. مثنى سعيد بن المسيب صحيح ولكن سعيد بن المسيب من علماء من فقهاء المدينة وأهل المدينة قارنت تسلك صرع المسيب أكا الأصح ديال سعيد بن المسيب. رعف وهو يصلي أيضا رعف يسجد الرعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. شراح الحديث منهم الإمام الزرقاني إن خطر هي أقرب موضع وهذا شرط آخر يضاف إلى شروط البناء وقد ذكر ابن رشد شروط البناء. الفقيه يجمع يطبق المنهج الاستقرائي تجمع يوثي وثابا يديك لا كونكلوزيون الخلاصة. لو كان كيدخل ما شروط البناء وانت تفضل يقول الحديث قد جمع ذاك الأحاديث الناد اللي وليديهن إلى لا يتكلم ماشي ذي فغا اسم سيد الغاشم بعد ديوغال هذا يكمل خاطئ لأن الكلام ليس من جنس أفعال ولا أقوال الصلاة. إلى ذاك الشرط وايضا أنه يذهب إلى أقرب موضع وين أمكن يقربان مثل الروبيني ذاكي مثلا ديال العتيقة تلاقي تقرب الروبيني ولي تروح راه غنما ذوك السرياك ذاكي كان مباشرة دي السر ديوغال يذهب إلى أقرب موضع. وثاقي جماعة الخير ذي الفقه
خاطر ما دين الفقه مع انتهى، والفقه أخص من العلم، أخص. نفتح قوس باش كانت السيوضة يوثن الرسالة، وإن كان ربما ثقيل نذكرها بعدين باش كانوا تشويشارة في اللون. أيغر ذي الفقه الإسلامي ميزوار نشغال، ميزوار نشغال. وإلا قرأت تخدم حاجة يعني إذا عذن السعيد البديل بين قربا السيادم كان يقرب زوير ديكس ما يلولاش معليش. مثلا يلا يون ديوان يمثلنا مثلا يروح هذه الظل تظلي في العصر مازال ولاش يسعر ولاش امان الوضوء باش هذه الوضوء ولاش هذه نكون نزرب اللي حوايج امان تلازم تقلي في ماس داوي امان نلاذكم كان يثاد دارس ما غادي الصحراء اندا ولاش نتسا شو قاعد يخدم باش يتفثر وقت الصلاه الى قد يلي ذي الوقت الضروري ماشي الوقت الاختياري. نشرح يزيد من فذا الموطأ ما يسمى بوقوت الصلاة، وكيد الباب مزوار وين فتح ذي الموطأ باب وقوت الصلاة. شفا ما شو دنا نادو دينار الإمام مالك أوقات جمع قلة يناد وقوت جمع كثرة. شفا من المعلومة هذه وقوت جمع كثرة ويجوز أوقات الصلاة يشبه ربي كيثقادني يخدم لكني أوقات الصلاة يكتبن عموما. ولكن الإمام مالك يستخدم يوث الكلمة خطر ذا حداد بوال يستخدم وقوت جمع كثرة ماشي جمع قلة. ونسفهم دا يغار ننادي لأنه الصلوات 5 وثقلان في اليوم والليلة إلى قديني أوقات نسيد وقوت خطر الزرا باللي 5 في العمل و50 في الأجر. ذي الحديث النيل الإسراء والمعراج اسمي روح النبي صلى الله عليه وسلم بعد حينما أعرج به زار ثم شاوتي مدي سيدنا موسى وكذا الناس ربي فرض في الأمة في الأمين و50 صلاة الناس وغلا ربي سبحانه واسأله التخفيف الناس انكجر وقت نص ركعات الصباح ثم ديتو زميرنا يغالي سنقص الميسان قاروث الناس 5 في العمل و50 في الأجر. معناه كنت زال 5 ولكن الأجر إن شاء الله 50. وقيل السبات مزول السبات سنات انه تظل في ولاش ساعه الكونجي الا ما نموت ربي ندعو اعبد ربك حتى ياتيك اليقين. ابري نمسي اذا سني في الاوقات الا ما قال الوقت الاختياري يدن الشيخ الوحده غير 20 طهور السيناريو في الوقت الاختياري الوحده ونص الزوج ونص 3 وجاوك في الوقت الاختياري من الميز الزلط كيف بشرط ما تساوي العذر مولاش أفضل الصلاة في أول وقتها وكي قانس وقت الفضيلة ولكن وقت الإجزاء نفرق بين الأمرين. وقت الفضيلة ذي الوقت نيلهانا مزوارو ولكن وقت الإجزاء يكذي الوقت الاختياري في أي وقت أوقعت فيه صليت فيه صلاتك فقد أجزأتك صلاتك في أي جزء من الأجزاء. ولكن مقرب هذه الدين العصر ديكش من بعد الوقت الضروري ولكن مثلا صلاة العصر نكوني نسوي ساعة أمان إلا قد يغلظوا أن تقلبوا نفارا أمان أبرا شاري يخدم دينا هذه الظال ستيموم من غلا فرضا يفذا ستيموم ومازال المغربة وريد دينا المغرب مازال بالك 10 دقائق 4 ساعات المغرب سيتادير يسعى الوقت باش هذه يغلظوا وهذه الظال يا خاكا سيبوز نسيف ذات الظليث بالتيمم ما دناس نكوني اسنف كمان اهل طرد يزم تظليث نا شريخ ويزمر تظليث اكون تفتغ سببين. السبب الاول انه لم يجد الماء فلجأ إلى البدل الماء أصل والتيمم بدل وما ينقض البدل ينقض الأصل وما ينقض الأصل ينقض البدل. يضاف إلى نواقض البدل حضور الماء. كيفاش يقول مثل الماء كي يكون الماء المثل اللي نتداوله فيما بين إذا حضر الماء
بطل التيمم أكيد قرية، ولكن أرجو أولاقي لو لم يشرع في الصلاة، لو كان نفاده مثلا مازال يفي تظليف يخدم تيمم قبل دين الله أكبر نساد سوامان ذينا حبس بيسك مازالك شوية الوقت روح الوضوء زلط ما نفاثي يبدا تظليف أذي كمل تظليفيس لسببين. السبب الأول أنه لجأ إلى البدل عملا بقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. زيد وقد دخل في الصلاة بوجه مشروع، هذه عبارة فقهية لازم تحفظ. دخل في الصلاة بوجه مشروع يسعى لا ليجيتيميتي يسعى خاطر يكشمس البدل ربي سنان فتيمموا صعيدا طيبا أمشي يكشم بطريقة شرعية. فقيل الحجة الأولى. الحجة الثانية ربي يقول لا تبطلوا أعمالكم. يبدا الخدمة يبدا تظليت وريد وزارة هذه يبطل تظليت غد نفكر الأمثلة كي خاطر نكون ذي ثقافة كل حاجة عاوداس شنو واش فيها ميم الوسواس أصحاب الوسواس يعني ربي إن شاء الله يشافيهم ويعافينا كل حاجة السلام عليكم السلام عليكم هذه عاودة الله أكبر من بعد يسد الوسواس السلام عليكم السلام عليكم يلزم تظليت هذه حري شو تاع بوطيس حري كان شوية وهو قرا شو ديفغان هذه يلزم تظليت أريد زمثارة تظليت هاو ماشي دايرين سهلان يزم ديال نورمال فيها يعني وليش العذاب دايرين سهلا ماشي مي الشرع ماشي هكا ماشي بيسك فلاش دايرين سهلين دغا مي دايرين الزاين لانه العلم قلقة الصعود هو ما تسعيط وتخدم ضاره الغلطه مثاقي. انه راى سعد بن المسيب رأى فهو يصلي فاتى حجره ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم نناد ايغر ويضاف شرط اخر لازم نذهب الى اقرب مكان اقرب مكان ماشي ندير فاتي بوضوء فتوضا. اي الوضوء بفتح الواو نناد الوضوء هو الماء الصالح للوضوء بالضمه للوضوء ندات الضمه ونذ العمليه ذو الوضوء الوضوء سلواو يعني الفتحه فتح الواو وقي ذمن صلحا الوضوء فتوضا يعني سرد السرد ماشي الوضوء خاطر الناد باللي لا ينقض الوضوء. ثم رجع يعني يغادر الصليت الجماعه فبنى على ما قد صلى دائما فبنى باقيش نشوفوا فكره البناء. لذلك موضوع البناء حاضر في الفقه المالكي وسنشرحه بالتفصيل حينما نتحدث عن صلاة المسبوق. إذن الرعاف ليس ناقض الوضوء. هذه كلها أحاديث سيدي كونفيرماسيون تأكيدات باللي ليست الرعاف ليس من نواقض الوضوء. وين يفون الزرن فغدي ذمن سكان زرنيس ديال الزليث أوري تعاوذارا فزليثيس ولي تعاوذار الوضوء ينس. ثورا نروح باب العمل في الرعاف وقي الحديث رقم 79 حديث نعم بارك الله فيك ما شاء الله. سؤال أيضا مهم جدا. لماذا الإمام ماشي ذي المأموم ثورة ذي الإمام رعف داقي ساعة حلان أمران ما إلا شوط كان يذمني قلان أثني يحبس الأناميلينس نا صفر نوسيس ناس بابي مشوار سماشوارث أثني يحبس ما إلا يخدمك هذا السزان داقي هذه يفغ ودي يقدم هذه يستخلف ولا الفيرس. لذلك دائما الصف الأول مسؤولية يقدم كان يزرع شويه في السقسايره يخدم راه لونكيت سميش بك الشيخ يعني غادي يخدم منا ضحكه هناك الشيخ يروح يخصص اللوض يروح يعاود اللوضو والنادي كندي جباد ماشي باش هذيك من تزاليث ولي السيناريو ضعيف يبغى الميدانيس الشيخ هذا شو حوايج يناس قرضك كذا تكمل تزاليث ذبعضي دري. لذلك في مسالاقي سبحان الله اسمي يموت الشيخ العربي فلاس يعفو ربي
وين الأربعة ثيرث نصرى ما يمشي يموت الركعة الثانية أكامل الركعة الثانية الركعة الأولى الركعة الثانية نعم الأربعة ثيرث الركعة الأولى المهم الركعة الأولى اسمي وقاذي لان فيرس بارمي وقاذي لان فافاس وفافاس ذا الإمام ذا مغار روتريتي إنا يثيد ماشي واحد اللي وقاذي لان يدين نروح نزرى ثنيد بعد صلاة الجمعة اشو دينا سقساخ انت هذا الإمام ني اساس ميمي خاطر ذي الركوع يا خاكا إنا درى الله أكبر باش يركع انت يروح يكمل يعني على حسب المعلومات ديوسان من الآية 65 وما بعدها من سورة النساء سبحان الله يخمس ربي حسن الخاتمة أسمي صبها القاعة يودك صداغي حكات إنا يغيد أسنقار سبحان الله غرصا ذا غلظ يغلظ وليو باش يركع انت يسجد انت هذاك هو الركوع هذاك هو السجود مات في صلاة الصبح الفريضة الله يبارك الله يرحمه برحمته الواسعة والده سألته قلت ماذا فعلت في موضوع الاستخلاف قال لي رغم أني كنت إماما لسنوات طويلة ولكن غاب عني حكم الاستخلاف ذمي الشوك اني لذلك عنصر المفاجأة والسوربريز لا ونسى سوربريز دو فوا اولا ميسي يغلي في سنة ذي الموت ادغا يروح حسل وطبعا بعد قالوا كل واحد صلاه وحده من بعد يعني كل واحد صلاه هكذا يعني المهم لا يهمني فافاس في كان الروايه خاطر سمعتها في الحديث بالسمع منه مباشره سالته واجاب لا سيعرف ربي السؤال مهم نسى مثلا نفذا ذي سورة الكهف اللي يقرأ الشيخ من بعد يخسر الوضوء الشيخ هذا يفضل المستخلفني مرد ياس ماشي الشرط هذا يكمل يسعى سين الحلول يركع مباشرة السين كذا الكملة ثورة ركعة يغرد خاطر قرأ ما تيسر وقيد الحل ما يزمر يكمل أنت ديوز الشيخ لا يعني أسي يكمل الله يبارك وقيد الحلويسين الحلويس ثلاثة ما يبغى يفك شوية الفرصة أزر بلي يبدل الشيخ خاطر كذا مهمة ولا قد تخمم سبحان الله العظيم شوف الفقه يعلمني من خاطر الغشاء بيرتير بنا شو راه واش راه باش يتسلى عادي يزمر الإمامة ديال يسير المنبر كل شيء ممكن يزمر ديال المنبر ديالي يزمر هذه الظلة كدينا سي الحاج كل شيء ممكن ذا قيلها الإمام أدي غير أين قسنت سا ماشي تصور سني كان يجي ذا الشيخ أدي غير شو قسنت سا شغل ما كان يفكايسن لامان يفكايسن الأخبار المصلين باللي عادي نورمال الشيخ ثاني فغي يفدل الصوت يسد وايض اسم كاك هذه غير آيتين ثلاثة يوم يزمر هذه كمل تزالتيس عادي والإمام اللي يروح ديال الوضوء يسد يغادي يكمل مأموم والسلام باب العمل في الرعاف ذاك حديث رقم 79 حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم أثن ذاكي الحديث رقم 79 يغالد في سعيد بن المسيب ند بكسر الياء المسيب لغة أهل المدينة مسيب فيخرج منه الدم صفي يرعف صحيحة يرعف صحيحة يزمس في بعض النسخ يرعف بفتح العين صحيحة وهي الأصح أما كنت تلفظ يرعف بضم العين أيضا صحيحة أثناء يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم تختضب يعني إنك سعد المسيب السمي يخدمك أظني سنك فغندي ذمن المي ومسك يضوضاني سكو مسن دي ذمن ولكن سبحان الله شوف اللغة الفقهية الدقيقة يستخدم له الترم تختضب وني غنديروا واسمه شفام ني غندير تسواليم بعيد الشر علينا وعليكم انولي مجرم ذيك ذامنيس انولي الشهيد ذيك
بعد الشر علينا وعليكم جميعا، كريمينال مجرم يموت قدام اللي ساكن يخلط، واقي الشهيد يموت نسي، واقي يومس دي ذمن واقي يومس دي ذمن، حتى نص قبايليت واقي يومس اكادين، ولكن ذي تعرف هذه في الووال ما إلا ذي المجرم الديناض مضرج بدمه، مضرج ما الشهيد قرار مضرج بدمه، مخضب بدمه. الخضاب ذي الحني زرم الحني ذا زقواغ صوب دير التشريف، الكلمة تسعى القرع ديال الأذن أخيك، فكي أهل اللغة يتحدثون عن الكلمات والألفاظ والفروق التي بينها من هذه الموازين الفارقة، اش كنت تقرا على ما تقراش، اتسوي ثمزون غتسوي ثول ادفكاس قبايلي ديال سيونا كيني اغلق ثبوت، وهذا كيني سربح ثبوت، امذل ثبوت بخلا فهمت نخاط غلق سكر. يلا هذا هو الوايض اكيني مسيال الشيء كيني ولاش نغاشيني ذي الخير كان داير ميم ثمطو ثقخان يثقبيل تنزيها وقلنا ممكن ثورة قرا نخلط كان هذيك الشمو مغار السيني مغار اسمايله كذا وكذا وكذا، السيني ذي الخير كان فقراكي ولاش هاكي صح ولاش الزين والزير الصاي الا اللي مساين الزايد ثاني وقاد في السوسيت اتسيوضيون السينضا الفلاني كيني ذا شو ناشيني انعم هو قالها يبان نعم يقولها اكن سنسالي قبايليت ثلاثة عرفت ذاكي سالينيك فيخرج منه الدم حتى تختضب اصابعه، تختضب من الخضاب، ستدير اللفظ الذي يناسب وهو في الصلاة. سعد المسيب مات في سنة 94 الهجرة، في سنة 94 الهجرة، هذا الرجل الصالح وشي قرار مضرج تختضب أصابعه. الخضاب باقي ذي الحني الحنة والحنة ذين الهان ماشي ذين ندير، ثم أنه راه في مقام الصلاة حتى تختضب أصابعه من الدم. وذاكي هؤلاء إنك رأيت والند باللي شحال الأحكام ذي العبادات وستد عن طريق الرؤيا. رأيت وكن سميتي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ظلث أماكن إثوالم أتظلى في الحج. نغاند عمر بن الخطاب يروح هذه في الطواف إلى قد يسلم فزرو الأزر والحجر الأسود إلا ينوس المشرك إلا خاطئها كل التوحيد، ولكن إفكاسا ولي وزرو يميقوالا شو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم يسيا حجر والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. زرش ذا زرو ورث الفاضوس تضرض لو كان ولا غارة النبي صلى الله عليه وسلم يسلم فيك ويسلم عارف لك رأيته. إذا موضوع الرؤية مهم جدا باش الغضارة في استنباط الأحكام الفقهية. توالم أحاديث كثيرة جدا كلها تدعم هذا الرأي اللي هو موقف المالكية، مع احترامنا لجميع الفقهاء. طبعا في مجال الفقه في مجال العلم نبحث عن الدليل، هذا مكان. إذا صح الحديث فهو مذهبي، كلام ينسب إلى السادة الفقهاء. إذا صح الحديث فهو مذهبي، معنى بعد وفاة صاحب المذهب، وإذا ظهر حديث صحيح بعد ذلك يعطي الضوء الأخضر لمن صح عنده ذلك الحديث يتبع مقتضى الحديث. ولكن لازم مع مراعاة المنهج العلمي في تجميع النصوص وفي فهمها وفي المقارنة بينها وفي فهم التكامل التي بين الأحاديث والقدرة على التمييز بين الأحاديث الضعيفة وغيرها. وكاين أمور أخرى يعني باش الإنسان ما يسعى كل مراقي
فصار من أهل النظر. صار من أهل النظر، ماشي أهل النظر معناهم أهل البصر. كي ساغ دي سور دي سيقولنيو النظر العلمي ماشي النظر البصري بالحاسة. هكذا إناك فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه. شوف التحديد هذا من ديفونس كوانزارنيس. ثم يصلي ولا يتوضأ. ها ثاني الرواية الحديث وايض إناك فيخرج من هذه الفاء هذه السيرذ ثم يصلي ولا يتوضأ. معنى ولا قرا نفهم باللي يروح يغض الوضوء جديد، خاطر لو كان فهم هكا صافي دير فانزار السبطال ينقض الوضوء وهو ليس من نواقض الوضوء. ثم يصلي ولا يتوضأ. إلى حديث النظام، حديث رقم 80. هذه كل الأحاديث نكملها ساكن إن شاء الله. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر. عبد الرحمن بن المجبر ناثي دنوة. وعمر بن الخطاب ساعة 3 وراويس اسمنا عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن. أم كوني غورنا غتفضل من اسم محمد صح؟ أم كيف نفرق غورنا موحدة مشطوح نا موحدة مزيان موحدة قرآن موحدة رمضان في الدوض يا هكا محمد ديون. ولكن نفرق نسوى نشتاي بنو المجبر كي شرحوا فيما سبق ولا قاصد يعاود باش نفتر الوقت. نميس عمر بن الخطاب بس يغلي الرز من بعد يروح لعمتيس انت لعمتيس حفصه ورشيد يقول الصحف من القران الكريم في عهد عثمان يظل فيثنت راه حفصه ناس انت درا غورام انا عاميه اسمي ديوسا غورس حذيفه بن اليمان إنيس أدرك أمة الإسلام. إنيس اختلط العرب بالعجم. إنيس أخشى أن يختلف المسلمون على القرآن كما اختلف النصارى واليهود على كتبهم. رغم أنه يقرأ قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. ربي هو اللي يحفظ القرآن الكريم. ولكن أدرك أمتك. وبعدين ذينا يكشقار حفصة اللي هي زوجة هي بنت عمر بن الخطاب وعمت هذا المجبر. وسند بوليس الخضار خاطر ذا ميم الخضار مشى له الخضار ونسينا راه هادي سيوي يديروا الخضار ضابلوه كان كني ويضي ساعه حلاوه اللسان كدياوي اننا ساثان ميس نجمام يرز مكسر اش ثلاث ناس بل مجبر. في جبر ربي الفلي الهان في جبر ربي سبحان الله العظيم. في جبر ربي اكي ثضرة ذغا لقب بهذا سكواسني صطفنا ولاقي بن المجبر انه راى سالم بن عبد الله يخرج من انفه الدم ولث فقد الدم سكوانزارنيس حتى تختضب اصابعه. يغال تختضبني خطر دي حداد البوال. وبعدين ثم يفتله ثم يفتله. شو المعنى؟ يسمع ناس أثي الطفاك النية تطفي ذا مني مادام الشويط. ثم يصلي ولا يتوضأ فغندي ذمن ولكن يطفي ثن سفوسي سنغ باستخدام أي حاجة ثم شوار ثم كدلنا. لذلك هذا قال العلماء فرقا بين الدم الكثير والدم القليل سنشرحه الآن. ثم نروح الحديث رقم 81 مازال كنسين باب العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف. ذاك أوسى حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرم أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها. ظلم عمر بن الخطاب قتل غدرا اغتيل عمر بن الخطاب وثينغان أبو لؤلؤة هذا هو الرب يجي أبو لؤلؤة وثينغان وثم شو نتا عبد نتاع المغيرة بن شعبة ثم شو تسمى قرث مليحة كنت نحكوا طفل وقت تاسكش نهار ولا الورس إن شاء الله خاطر قصة مثيرة جدا.
أمشي الفراسة عمر بن الخطاب يشك دياس المضرة سي الجهاز، يشك المال في دياس سي الجهاز. المهم ماشي وقال الموضوع باش نحكوا ثم شهوت الذي يهمنا اسميك شمورسو صحفيه كي انك في الليله تعين فيها اسمي طبعا ولي مثال من ثم ومثال سير بلاص. فايقظ عمر لصلاه الصبح فقال عمر اكن دير لي النيس ذينا سبحان الله. ابن عباس رضي الله عنه اسمي روح نسينك ذهبت انا ومجموعه من الانصار وفانتين في حاله من الغيبوبه كني اذا من تسفغن وديرار الخضار اماكن قاص وغدي عقيله وثني عقيله راه ابن عباس يسمى بغام سيدنا عمر سيدي غلاك ولا غيسل عقليس هضر تصف ظليث ذغا لنا الصلاه يا عمر يفيد ذا شو سينا انك مسح عينيه اول حاجه سينا اصلى الناس يسقصف ظليث. السؤال مزور ذوا مثل ديو لكني يود الخضار سيمانيس أصلى الناس صلاة الصبح يسقساف ظليث ما ظلن الصحابة خاطئ الصحابة ظلن جماعة عادي. يلا من بعد ناس نعم يعني صلى الناس ظلن صلاة الصبح كساغ بلولي ظلن سين سلمن. ذا شو سنينا لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. الله أكبر. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. أجي آخر كلمة يدينا عمر بن الخطاب فيما يتعلق بالصلاة وكذا ولا نقالوا. وكان الأنصار يحفظونه جميعا وكان الصحابة يحفظونه جميعا. قال أمير المؤمنين شهيد المحراب لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. لا شسيرنا وهو وجرحه ينزف يعني إذا من تفرنسيس نتسا يتخمي ما في الظاليث باش نزر ذا شو سوا الظاليث نكون يسا يغلق المنسي ضرا أتفضين سلمن ورنتظلان المؤمنين يوانرو في الوقت كيدين الله باش كنا عودة تضرو ينسلم ورنتظلا السوق ما مرض يفرو غاس ما يزنس الغلا نغادا كيني ما سيغول زدي مليح ذمني اميفكي اميغي تخصي كان ظليث غورس تخصي كان ظليث اكل رمضان اكل العاشوراء اكل الحج الباقي كل شيء لا باس. الله غالب. الاذان مازال ساعتين الاذان كاردور ذا ولا مزوره ركعتين ناصر. إناس لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وذاك العلماء يعني ذا شو فهم الحديث لا حظ في الإسلام محسوب إذا لم يصلي لا ينتفع بالأجر في سائر الأعمال. يخدم الخير يخدم يتعاون يقليلا يخدم لونفيرونمون يخدم لا نسيت الغاشي اش كيثنا الشوالاكي ما شاء الله خدم ولكن تظليث. لذلك هؤلاء لازم لهم دعوة حقيقية تاع الصح لكن بالحكمة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة الموعظة الحسنة إلى آخر الآية. أي غار خطر باش مادام الله يبارك لك قد شل خدما سعى فإذا قرآن وربي سبحانه عادل في فقهنا لدين الله نقول أن الله عادل لا يضيع أجر من أحسن عملا أو يخدم الخدمة يصلحا أتغلث أي نزرع ذي الدنيث أتغلث ذي الآخر. إلا الفهم وايض لحظة معناه يا تارك الصلاة يوم القيامة لا تتمتع بأعمالك لأنك ستعاقب خطر أول ما يحاسب عليه المرء الإنسان هو الصلاة. يك فاش تحاسب ذا مزوج تصليت ماشي ذا رمضان ماشي ذا العاشور ماشي ذا الحج ماشي ذا العمل الخيري العمل خاطئ تصليت. الحديث إذن حديث رقم 81 أي غير نيوي الحديث كيف عمر بن الخطاب خطر باب عنوان الباب في من غلبه الدم من جرح أو رعاف مين يقول ما يجرح. عمر بن الخطاب ماشي يجرح السيف أكني يند لا حظ في الإسلام
لمن ترك الصلاة. من بعد عمر خطب فصلى عمر، من بعد يظن نسى رغم أنه ينزف دما، يسيل دما، يجري دما، دمه يجري يسيل، ولكن صلى ولم يعد الوضوء، وليس من نجاسات. نعم ليس من نجاسات، صافي نفهم ذاكي. ويسدل حديث وايض، حديث رقم 82 وهو آخر حديث في هذا الباب، عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال ما ترون في من غلبه. دائما سعيد بن المسيب يتكرر، يعني ذكرنا الآن للمرة الثالثة. من بعد في آخر حاجة قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. الآن خلاصة القول، سمعتوا يا جماعة الخير، كملنا هذا الباب بجميع الأحاديث ولله الحمد والشكر. الآن الخلاصة، ثم يثمثن الرعاف إذن عندنا في المذهب المالكي لا ينقض الوضوء ولا يبطل الصلاة، فهو ليس ناقضا من نواقض الوضوء. وجبنا كل هذه الأحاديث تؤكد هذا الحكم. وقد وافقنا الشافعية في الأمر، وغيرنا الحنفية والحنابلة قالوا بخلاف ذلك، قالوا باللي يبطل. جابوا حديث عائشة من أصابه قيء أو رعاف أو قلس، ذكرناه وشرحنا هذا، فليتوضأ. وقلنا أن فقهاء المالكية حكموا بضعف هذا الحديث، هذا حديث ضعيف ولا يصح أن نستنبط منه الحكم مع وجود هذه الصحاح التي تضافرت، التي تؤكد أن الرعاف ليس من نواقض الوضوء وليس من مبطلات الصلاة. ولكن ذاكي ما إلا فرقنا بين الرعاف القليل والكثير، ندما إلا ذي القليل كما فعل سعيد بن المسيب. ذكرنا الحديثين إن يكس الأنامل ينسكان، وذاك المقصود الأصابع، ماشي المقصود الأصابع كامل، يجعلون أصابعهم في ماشي المعنى يصل الأصابع ذاك كناية عن الأنامل خاطر هو ما كاش اللي يدخل كاع الصبع في داخل وذنيه، ولكن المقصود ذاك الأنامل، يعني الجهة العليا في الأصبع، وكي المقصود. ما الذي القليل أثيوقف أكاد النيغ سل الأصبع ينس سل الأنامل سل المشوار كذا، ولكن ما يطاس يجوز باش أذفا ودي السيرذ ثم يبني وذي كما تظل في سعادي. وقد شرحنا موضوع البناء من خلال شرحنا للأحاديث السابقة. يا جماعة الخير، في الخاتمة إن شاء الله الدرس القادم نبذو في باب الوضوء من المذي وغيره، نهضر فيه تفاصيل، وطبعا لا نفصل في بعض المسائل تعرفونها، ولكن أنلحو شوية هذه الأحاديث. أسأل الله يبارك من الحديث 76 إلى غاية الحديث 82 نسرعوا شوية في بيان وفي شرح هذه الأحاديث باش نستفيد من الوقت ونستثمره. ولكن في حاجة مهمة جدا، بدءا من الدرس القادم أكون تساويغ من الأقوال إديوسان ديال المتون النخ باش نمشيو هذا الديوان، ديوان الموطأ، يرافقنا ما قاله الفقهاء في متونهم سواء كانت نظما أو كانت نثرا. نختار بعض الشواهد وندعم بها هذه الأحاديث لسببين. السبب الأول نؤصل ما ورد في المتون، خاطر الآن ممكن واحد يقول لك اسمح لي هذه المتون ما نقبلوهاش وما ما عندهاش أدلة، يعني خالية من الأدلة. المختصر الفقهي الخليل ولا ابن عاشر في نظمه ولا يقول لك يقول أقوالا والسلام. معناه نحقق هذا الهدف، نعطيو الأدلة من الموطأ وربما من كتب الصحاح الأخرى ومن كتب السنن. والهدف الثاني أنه عرضا نشرحوا تلك المتون عرضا، طبعا ما نجيبوش كامل يعني ما ورد في المتون، خاطر كاين حلقات أخرى تؤدي هذا الغرض. ونسأل الله التوفيق للجميع والحمد لله رب العالمين.